بيكم في فيديو جديد على قناة عالم عمر. عندك قط في البيت لسه بتربيه، قط صغير مش عارف تتصرف فيه وبتجرب لأول مرة وبتحاول ان انت تكون مسؤول عنه كفاية. انا النهارده رايح مستشفى الحيوانات وهاخد معايا القط اللي احنا بنربيه وهنشوف هنعمل معاه ايه. احنا بنربي كذا قط في الشغل، فده اصغر مولود فيهم. والله بص، هو في اختلافات في الاسامي، يعني هو الاغلبيه بيقولوا عليه ريان، معرفش، انا مش مقتنع بالاسم قوي، بس يعني اوكي دي الاغلبيه. بس هو بيتجاوب مع الاسامي التانية احنا بنقولها له، يعني في ناس تقول له رورو، انا بقول له بوم بوم. ماشي، احنا وصلنا ده المكان، تقدروا تعملوا عليه سيرش على جوجل مابس. بيدونا رقم اول ما ندخل، ما اعتقدش ان هيبقى فيه كتير زحمه، مفيش طوابير قوي، فمش هنتاخر في الوقفه، هنشوف دلوقتي. الوحش بتاعنا موجود هنا. دي اول زياره ليه الدكتور باي ذا واي. بيحاول اهو يطلع من الشنطه، فاتح السوسته مش عارف ازاي، شاطر هو فراك. لا ده مكافح. بس يلا عايز تتراوغ. طيب المفاجأة الأولى إن ريان طلع بنت ما طلعش ولد. طيب ده معناه إن ممكن يسمعوا كلام ويسموه بومبو، في ناس بتقول هيسموه رباب، لسه هنشوف يعني. هنختار لها بقى اسم تاني غير الاسم اللي احنا كنا يعني معذبينها بيه. حاجة كمان اتأكدنا من عمرها إن هي 3 أسابيع ونص حوالي، حاجة زي كده، أقل من شهر. التطعيم بيبتدي من 3 شهور، فهنمشي على شوية أدوية عشان نحميها من أي حشرات ونتأكد من نظافتها والحاجات ديت، ونديلها شوية فيتامينز برضو. وبعد كده بعد 3 شهور نتأكد تاني من صحتها ونديها التطعيمات بإذن الله. لازم نخلي بالنا على صحته ونتأكد بعد الشر ما عندوش بعد الشر أي إسهال، ترجيع، هرش معين أو كده. فكل الكلام دوت لما بتلاقوه بتروحوا بيه لأقرب دكتور. عدى 3 أشهر بنجاح إن شاء الله، ربنا يكرم كل الناس اللي بتربي قطط نقدر نروح نطعم بقى. التطعيم بيتأكد عليه مرة كل سنة، فأنت مش مجرد خلاص طعمت مرة انتهى الموضوع على كده. الكشف والأدوية اللي هي المبدئية كده، اللي هو ادالنا شوية سرنجات وحاجات زي كده، بنتكلم في 160. لكن في بعض الأدوية التانية بتبقى غالية جدا، زي الأدوية بتاعة الوقاية من الحشرات مثلا. في دواء اسمه ريفولوشن، ده بيبقى غالي شويتين، يعني بتتكلم ان العبوتين منه ب 500 جنيه مثلا او حاجه زي كده. فانت لازم تكون حاطط ده في حسابك وانت بتربي قط، مش مجرد يلا لعبه وخلاص، لا انت بيبقى في مسؤوليات ماديه عليك، مش بس انك توفر له وقت واهتمام، ده مهم جدا طبعا. زي ما انت عايز توفر مستوى معيشي كده لاسرتك، برضو عايز توفر مستوى معيشي معين للقط. ارجوك لو انت مش قد انك تربي القط من الاول، ما تجربش كده شويه وبعد كده ترميه. اللي بترمي بيتعب جدا ان هو يتاقلم على الشارع، خصوصا ان هو اتعود على وجود بيت. فارجوك بلاش تمرمط معاك القط بتاعك او الحيوان بتاعك لو انت مش ناوي تكمل المسؤوليه طويله الامد دي. اشوفكم على خير.